الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. كما كتشاهدوا فيديو جديد كنشارك معكم العلف الذي أقدمه للخرفان. كما كتشاهدوا في الصورة هو علف طبيعي 100%، يتكون من الفول، الشعير، الذرة، القمح. يعني علف طبيعي، أنتم كما كتشاهدوا في الصورة، خالي من المواد الأعلاف المركبة. كنقدموا العلف في المجاور بعد التنظيف ديالها كما كتشاهدوا في الصورة. هنا الخرفان كيكونوا معزولين، يعني ينتظرون بشغف لحظة دخولهم لتناول وجبة العلف. والإخوة اللي ما اشتركش في القناة يشترك، وديروا لنا لايك الفيديو باش تشجعونا ان شاء الله نجيب لكم فيديوهات جداد وتكون الاستفادة اكثر ان شاء الله. هنا اللحظة ديال دخول الخرفان، العلف تتزاحم هنا كما كتشاهدوا. العلف كيتعطى بواحد النسبة، يعني ما كيكونش كتير في الاول. الخروف يعني نقدر نبدا ليه غير نص كيلو، وانا غادي معاه كنزيدو كل نهار على نهار كنزيدو واحد 50 غرام حتى كيوصل لكيلو ولا كيلو ونص على حساب الخروف. كما كتشاهدوا ما شاء الله، خرفان سنان حليب، خروف برقي ما شاء الله. الإشارة: يجب إعطاء الماء نقي مع العلف، يعني خص الماء يكون مع العلف. كما تلاحظون في الصورة، يعني تسمين الخرفان كيحتاج واحد التقنية سهلة، يعني كيخص واحد البرنامج. عالف خصو يتقسم على جوج وجبات، وحدة في الصباح وحدة في المساء. والتبن لأنه هو مهم ضروري، يساعد في عملية الهضم إلى آخره. هنا الخرفان ما شاء الله كتناول العلف ديالها بكل ارتياحية. وحتى الكوري خصو يكون مهوي، ما تكونش فيه الكولوندير، يعني خصو تا هو مواصفات. مازال غادي ندير فيديو ان شاء الله ونشوفو كيفاش خص يكون الكوري. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم مشاهدي الكرام، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، وديروا لنا لايك الفيديو ان شاء الله باش تشجعونا، باش حنا نتشجعوا نجيبوا الجديد ان شاء الله ونحاولوا نقلبوا عليه وتكون الاستفادة اكثر. الاشارة يعني العلف حيت كيكون طبيعي ضروري خصك دير معاه السين في، واحد الغبرة كتباع كتدار معاه باش كتوازنو من ناحية الفيتامينات ومن ناحية الأملاح المعدنية والكالسيوم. بخلاف الأعلاف المركبة هي كتكون متوازنة، داكشي كيكون بواحد النسبة اللي هي مدروسة. العلف الطبيعي يعني كيكون ما كيكونش واحد التوازن، وداك السين في هو كيجعل العلف يكون متوازن، يعني خصو يتقدم حتى هو مع هاد العلف. هذا هو غبرة كتخلط وكتعطى الخرفان كما تشاهدون في الصورة. وفي الأخير أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، وما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة وديروا جيم للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.